2015 الزمالك اشترى باسم مرسي من الانتاج الحربي في صفقه كان شايفها كل جماهير الزمالك انها عاديه، لان باسم وقتها كان لعيب مغمور وما كانش المهاجم السوبر اللي الجماهير مستنياه. وكمان ساعتها كان في مهاجمين كتير في الزمالك زي احمد علي وخالد قمر وعبد الله سيسي، فكان التحدي كبير جدا على باسم انه يبقى اساسي على كل دول. بس باسم فضل يحاول ويجتهد ويشتغل على نفسه لحد ما بقى اساسي على كل مهاجمين الزمالك مع فريرة. وفي الفتره دي باسم عمل ماتشات عالميه مع الزمالك وبقى هداف الفريق ب 22 جون، وكمان بقى مهاجم مصر الاول، والكل توقع ساعتها ان هنشوف واحد من اعظم المهاجمين في مصر. بس المفاجأة ان في الموسم اللي بعده باسم مستواه قل كتير عن موسم 2015، ودخل في مشاكل كتير مع إدارة النادي وغاب بسببها عن ماتشات كتير. لكن في اواخر الموسم ابتدى باسم يرجع شوية لمستواه، وقدر يعمل ماتشات قوية مع الفريق، وخصوصا اداؤه العظيم قدام الاهلي في نهائي الكاس اللي خلى جماهير الزمالك تقول ان باسم رجع من تاني لمستواه. بس للاسف ما كانوش يعرفوا ان ده اخر موسم كويس لباسم مع النادي، لان بعد موسم 2016 باسم مرسي لعب موسمين مفيش اسوأ من كده مع الزمالك، لحد ما قرر النادي انه يبيعه في موسم 2019. وفضل باسم بعدها يتنقل بين الانديه على امل انه يرجع لمستواه، بس للاسف ما عرف.